الحمد لله رب العالمين. أحمد الله تعالى وأتوب إليه وأستهديه وأستغفره. أحمدك ربي حمدا لا بلوغ لمنتهاه، وأشكرك شكر عبد ظالم من ربه رضاه. فأحمدك ربي حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بذكره تطمئن القلوب، وبعفوه تستر العيوب، وبرحمته تغفر الذنوب. واشهد ان سيدنا واستاذنا ومخرجنا من الظلمات الى النور محمدا صلى الله عليه وسلم. سيدي يا رسول الله، والله ما خلق الاله ولا برا بشرا يرى كمحمد بين الورى. يا سيد العقلاء يا خير الورى، يا من أتيت إلى الحياة مبشرا، وبعثت بالقرآن فينا هاديا، وطلعت في الأكوان بدرا نيرا. صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى ولزوم طاعته في السر والعلن، فإنها سبيل الفوز في الدنيا ويوم يقوم الناس لرب العالمين. وبعد أيها الأحباب الكرام، يقول مولانا تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله العظيم. يخبرنا مولانا تبارك وتعالى أنه الخالق لكل شيء من الزروع والثمار، وهو الذي أنشأ جنات، أي أوجد وخلق جنات معروشات ما ارتفع عن الأرض مثل الأعناب، وغير معروشات ما اعتمد على ساقه مثل النخل وبقية الزرع. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها أي في المنظر، وغير متشابه في المطعم أو في الطعم. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وآتوا حقه يوم
حصاده. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي الزكاة المفروضة يوم يكال ويعلم كيله. وحده الله. هي الزكاة المفروضة. نحن الآن كل عام وأنتم طيبون في موسم حصاد الأرز، فأردنا أن نذكر بأمر الزكاة. لماذا؟ لأن الزكاة أيها الأحباب هي الركن الثالث من أركان الإسلام. الزكاة مش حاجة تطوع، اللي يطلع الزكاة خير وبركة ما يطلعهاش عادي، لا، الزكاة مثلها مثل الصلاة. لا يجوز أن تصلي ولا تخرج الزكاة. ده الدين كامل متكامل، لا نأخذ جزءا منه ونترك الجزء الآخر. لا يجوز ولا يليق بالمسلم الذي يصلي والذي يعبد الله عز وجل ألا يخرج الزكاة. سيدنا الإمام أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع الزكاة بالقوة، كان بيأخذ الزكاة من الناس بالقوة، وكان يحاربهم ويقاتلهم عليها. قالوا له: يا خليفة رسول الله أتحارب أقواما قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ بتحارب ناس بتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وبتشهد كلمة توحيد؟ قال: نعم. إن يقولوها بحقها، ومن حقها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والله لا ينقص الدين وأنا حي، رضوان الله عليه. والله لا ينقص الدين وأنا حي، وآتوا حقه يوم حصاده. وشوف عظمة الإسلام، ولا تسرف. يعني وانت بتدي الزكاة وبتدي الفقير لا تعطوا فوق المعروف. الإسلام عاوز منك حق المال بس. ايه هو حق المال؟ اللي هو العشر او نصف العشر. لو الارض تسقى بالراحة طلع العشر، ولو بلغ نصاب زكاة الزروع والثمار 50 كيلة بالكيل المصري، الأرض بتاعك ومحصول الرز جاب 50 كيلة فيهم العشر، فيهم 5 كيلات لله، وتاخد انت 45 كيلو. الإسلام عاوز منك كده، بس مش عاوز النص ولا الربع، ولا عاوز تدي، لا، ولا تسرفه. ما تعطيش فوق المعروف. إن أعطيت أعطي حتى تبقي لأهلك وتبقي لعيالك، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. طب الأرض تسقى بآلة في مكنة دقيقها على رأس الأرض، طلع نصف العشر. ليه طلع نصف العشر؟ عشان المكنة دي بيجيب لها بنزين وبيجيب لها جاز وبتصلحها وبعض ونعمل. فالإسلام قال لك ما تطلع العشر وخلاص، لا، قال لك طلع نصف العشر. طلع 2.5 ب 50 كيلو، وخد انت 47 كيلو ونص. في عظمة أكتر من كده؟ بالله عليكم. ونيجي بعد ده كله وتبخل، تقول الرز غالي. يا عم الرز غالي والسنة طويلة والعيال كتار. لا، الزكاة لما عرفها علماء اللغة، لما تجيب كتاب فقه قول عددي أصغر، وتجيب كده كتاب الزكاة وفصل في الزكاة، تجد تعريف الزكاة لغة وشرعا. لغة يعني ايه؟ يعني علماء اللغة عرفوا الزكاة بأنها النماء والزيادة. الزكاة نماء وزيادة، ربنا بيزود في المال اللي هو ما تبقى لك في 19 دول، ربنا بيزودهم وينميهم لك ويحافظ لك عليهم من الآفات ومن غيرها وأنت لا تشعر. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. فربنا قادر بقدرته سبحانه وتعالى أن يجعل ما
زرعت أن يجعله حطاما، ولكن بقدرته سبحانه وتعالى لما لك هذا الزرع وأخرجه، وبعد ذلك قال وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ولا تسرفوا، قال ابن جريج نزلت في ثابت ابن قيس ابن شماس رضوان الله عليه، كان له محصول من النخل، كان له نخيل كثير، فجز نخلا له، جز النخل بتاعه، وقال لا يأتيني اليوم سائل إلا أطعمته. نفيس سائل يأتيني اليوم إلا لما اديله من النخل ده من البلح. فظل يعطي ويعطي ويعطي حتى أمسى وليست له ثمرة. ده يفرد على الغلابة والفقراء والمساكين حتى يجي آخر النهار لقي نفسه وزع جميع البلح اللي هو جزه. فأنزل الله عز وجل ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، أي لا تعطوا فوق المعروف، حتى وأنت تعطي الله عز وجل لا بد أن تعطي ما أمرك الله عز وجل به. وحد الله. فالزكاة أيها الأحباب هي الركن الثالث من أركان الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم، حديث الكل حافظه والكل عارفه، بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يبقى الزكاة دي ركن زي الصلاة، ما ينفعش أصلي ما طلعش الزكاة، يبقى أنا كده الدين بتاعي ناقص. هديت ركن من أركان الإسلام، ركن كامل أنا هديته. قال بعض العلماء 3 آيات نزلت مقرونة بعضها ببعض، أي الجزء الأول مقرون بالجزء الثاني، لا يقبل الله منها واحدة بغير قرينتها. الجزء الأول ما ينفعش إلا مع الجزء الثاني. إيه هم ال3 آيات دول؟ الأولى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. الآية الثانية أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله عز وجل ولم يشكر لوالديه لأبوه وأمه لم يقبل منه. الثالثة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤدي الزكاة لم يقبل منه. ولذلك الإمام ابن عباس رضوان الله عنهما قال من آتاه الله مالا يبلغه حج بيت الله الحرام ولم يحج. وحد الله. واحد ربنا من عليه مال واداله فلوس، يقدر يستطيع ان هو يروح يحج وكسل واستقصر وبخل وقال لما اجوز العيال، لما ابني البيت، لما اروح اعمل واسوي، ولقي نفسه الموت اقترب منه وهو ما راحش يحج. من آتاه الله مالا، ده كلام سيدنا الإمام ابن عباس حبر الأمة رضوان الله عنهم. من آتاه الله مالا يبلغه حج بيت الله الحرام ولم يحج، أو مالا تجب فيه الزكاة ولم يزكي، ربنا اداله محصول رز فلاحوا له ظبطوا له وراح جامعهم رصه في البيت طلعش الزكاة بتاعه. مالهم الصنفين دول؟ اللي معاه فلوس ما حجش ده، واللي معاه مال او محصول ما طلعش الزكاة بتاعته مالهم؟ سأل الرجعة عند الموت والعياذ بالله. هو بيموت وهو في سكرات الموت يسأل الرجعة. يعني ايه الرجعة؟ يسأل الله عز وجل أن يعيده إلى الحياة الدنيا حتى يحج وحتى يخرج الزكاة من ماله. ده كلام مين؟
كلام سيدنا الإمام ابن عباس. فقال رجل من الجالسين اتق الله يا ابن عباس. واحد اعترض على الكلام ده فقال له اتق الله يا ابن عباس فإنما يسأل الرجعة الكفار. الكافر هو اللي بيسأل الرجعة. قال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. ده مين اللي بيقول؟ ده الكافر والمشرك الذي يموت على غير ملة الإسلام، وهو بيموت من شدة ما يلقاه يتمنى أن يعود إلى الحياة الدنيا. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالإمام ابن عباس رضوان الله عليه قال لهذا الرجل سأتلو عليك قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. تؤيد ويستشهد الإمام ابن عباس بقوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. آخر سورة المنافقون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. يا رب اتركني شوية بس، سيبني كمان شوية. لماذا؟ فأصدق وأكن من الصالحين. ومعنى فأصدق يفسرها ابن عباس أي أخرج الزكاة من مالي، وأكن من الصالحين أي أحج إلى بيت الله الحرام. ولكن الله عز وجل يتولى الرد على هؤلاء ويقول لهم ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أيها الأحباب، يقول صلى الله عليه وسلم البر لا يبنى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين هدان، أو كما قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة.